أنا اتجوزت من حوالي 30 سنة. جوزي كان شغال تاجر تحف وانتيكات، وكان راجل طموح جدا يمكن أكتر من اللزوم. قابلته وكان شاب فقير، لكن عينه كانت على الثراء وكان عايز يوصل بسرعة. أنا كنت بخاف من طموحه ده، كنت دايما حاسة إنه ممكن يضحي بأي حاجة عشان الفلوس. بدأنا حياتنا في أوضة صغيرة على السطح، فرشنا بسيط يكفي بالكاد عشان نعيش. جوزي كان بيشتغل بياع متجول، معاه شوية بضاعة بسيطة يدور بيها على محلات التحف عشان يبيعها. كان مجتهد جدا وبيحب شغله، وكان دايما يسافر لسوق العطارين في اسكندرية يجيب بضاعة ويبيعها، لكن كان بيرجع في نفس اليوم لأن بيتنا كان في القاهرة. بعد جوازنا بشوية ربنا رزقنا بأمير ابننا الوحيد. بصراحة أمير كان وش السعادة علينا، لأنه بعد ما تولد بفترة قصيرة ربنا فتحها على جوزي وبدأ يتوسع في شغله ويجمع فلوس. كنا بنموت في ولدنا وكبر قدام عنينا، وكنا مبسوطين بيه مبسوطة مش طبيعية. ولما دخل المدرسة دخلناه أحسن مدرسة رغم إن مصاريفها كانت فوق طاقتنا، بس كنا بنعمل كل حاجة عشان نعلمه ونشوفه أحسن مننا. الحمد لله، أمير كان شاطر جدا في دراسته. أنا جربت كتير أخلف تاني عشان يجيله أخوات، لكن للأسف منعش. كان نفسي أجيب له أخت، لكن ربنا ما أرادش ورضيتي بقسمتي. عشت أول 10 سنين من جوازي مبسوطة، مع جوزي كانت حياتنا حلوة رغم المشاكل البسيطة اللي بتحصل في أي بيت، لكن ده كله اتغير بعد كده. هل لسه البداية بس؟ إيه اللي حصل بعد كده وغير حياتنا كلها؟ تابعوني في الجزء الجاي عشان تعرفوا الحكاية كاملة. بعد ما اتجوزنا ب11 سنة تقريبا، جوزي تعرف على واحدة من اسكندرية كانت أرملة واسمها سونيا. سونيا دي كانت ست شابة وجميلة جدا وكانت غنية. جوزها كان تاجر موبيليا كبير جدا، ولما مات وراها كل حاجة لأنه حس بموته، فكتب كل أملاك باسمها عشان محدش من عيلته يأذيهم. سابها ثروة ضخمة، محلات بضاعة تشقق فلوس. ولما جوزي عرفها شاف فيها الفرصة اللي ما تتعوضش، بدأ يحكي لي عنها ويقول إنها جميلة وغنية وصغيرة وشاركها في الشغل. في الأول خبن عليا، لكن طبعا أنا حسيت إن في واحدة تانية في حياته، لأنه اتغير معايا، بقى دايما صحان وكل وقته في الشغل وما كانش زي الأول. اتجوزها من غير ما يقول لي، وهي سابت بناتها التلاتة عند أمها في اسكندرية واشترت شقة فوق المحل اللي اشترته في القاهرة وسكنت فيها مع جوزي. ما اقدرش أنكر إن مستوانا المادي اتغير جدا بعد ما دخلت سونيا حياتنا. نقلنا من أوضة السطح لشقة كبيرة مفروشة أحسن فرشة، وجبت ذهب وهدوم كنت بحلم بيهم، وكنت حاسة إن جوزي بيعوضني، لكن كل ده وأنا مش عارفة الحقيقة. فضلت فترة شاكت وأسأله وكان بينكر. وفي يوم جالي اتصال من زميل جوزي ومراته كانت صاحبتي، قال لي إن جوزي متجوز سونيا. حسيت إن الدنيا وقعت عليا وأن اللي كنت خايفة منه حصل. بالليل لما جوزي رجع واجهته بالكلام، وأخيرا اعترف وقال إنه اتجوزها عشان الشغل والمصلحة، وإنه مستني الوقت المناسب عشان يقولي. وقال: أنتي أولى بيا، وأنتي أم ابني، وأنتي اللي بدأتي معايا من الصفر، وأنا بعمل كده عشان أمير ومستقبله. تصوروا إحساسي إزاي أكملت بعد الصدمة دي. عشان تعرفوا كنت عاملة إيه وواجهة سونيا إزاي. استنوني في الجزء الجاي. ما صدقتش ولا كلمة من كلامه، وحسيت إنه راح مني خلاص. صاحبه اللي أخبرني اتخانق مع جوزي بعدها، وحصلت بينهم مشكلة كبيرة. أنا كنت تعبانة وحزينة جدا، وقررت إني أشوف سونيا دي بعنيا. رحت المحل مرة وهي معاه. قابلتني قصاد عيني بكل لباقة وهدوء، كانت ست جميلة جدا، شيك وصاحبة أناقة وثقة في النفس. سيدة أعمال متعلمة بتتكلم لغات، وطبعا أنا ست بيت بسيطة شاطرة في شغلها لكن مش بمستواها خالص. حسيت وقتها بالفرق الكبير بيني وبينها، وفهمت ليه جوزي اختارها، بس برضو كان وجعي كبير. سألت نفسي كتير هل أطلب الطلاق، لكن كنت خايفة لو طلقت هروح على فين، أنا معايا شهادة ولا شغلانة، وكمان عشان ابني أمير مش عايزاه يكبر في بيت مفكك وأبوه وأمه مطلقين. فقررت استحمل عشانه وعشان مستقبله. رضيت بالأمر الواقع وما طلبتش الطلاق. جوزي ما خلفش من سونيا طول السنين اللي فاتت، لكنه ما وفاش بوعده ليا وما عدلش بينا أبدا. فضل طول الأسبوع عندي
ما عدا يوم الخميس يبات عندها، والجمعة يقضيه معاها ويرجع لي بالليل. كان بيديني حقوقي زي ما تكون واجب عليه. حتى وهو معايا كانت هي دايما بتتصل بيه ويتصل بيها، وكانوا كتير يسافوا مع بعض فرنسا، يجيبوا بضاعة، يقعدوا أسبوعين أو 3 هناك، ويرجعلي وهو مبسوط ومبتهج. نقلني لمستوى تاني خالص، بقى تاجر كبير ورجل أعمال، اشترالنا شقة أكبر وكاتبها باسمي عشان يرضيني. لكن كل ما كان بيزيد غنى كان بيزيد بعداً عني. من ساعتها وأنا عايشة في حزن وألم بقالي أكتر من 20 سنة. و20 سنة في الألم، إزاي قدرت أعيشها؟ وإيه اللي خلاني استحمل كل ده؟ إزاي أثر ده على علاقتي بأمير لما كبر؟ الإجابة في الجزء الرابع. أمير كان هو كل حاجة ليا، وهو سبب إن أنا استحملت كل اللي فات. كبر وخلص دراسة بمرتبط شرف، واشتغل مهندس، وأنا كنت شايفة فيه كل أحلامي. علاقتنا كانت قوية جدا، كنا بنحكي مع بعض في كل حاجة. أنا كنت صاحبته وأمه في نفس الوقت. كان دايما شايف ظلم أبوه ليا، وكان بيتخانق معاه عشاني. ومن كام سنة أمير قال لي إنه بيحب زميلته المهندسة وعايز يتقدملها ويتجوزها. أي أم كانت هتفرح، لكن أنا فكرت إنه كمان هيسيبني ويروح مني زي ما أبوه راح. مشاعري كانت متضاربة جدا، ومع ذلك رحنا أنا وأبوه وخطبنا له البنت، وبعد فترة اتجوزها. والله أيام جوازه كانت من أصعب أيام حياتي. أبوه اشترى له شقة قريبة مني ودفع كل حاجة. كنت مبسوطة إنه سعيد، بس في نفس الوقت كنت بموتي من غيرته على مراته. كانت بنت محترمة جدا ومهذبة، وأهلها ناس طيبين، وكانت بتحاول تقرب مني، بس أنا اللي ما كنتش بقبلها أبدا. كنت بغير منها بشكل رهيب، وما كنتش بحسن معاملتها. على الرغم من إن أمير فضل يزورني كتير، وكان بيبات عندي هو ومراته كذا مرة في الأسبوع، خصوصا يوم آلي خميس تايلتايا 40 تايلتايا فن 5 تايلتايا نن 5 تايلتايا. أبوه كان بيبات فيه عند سونيا، إلا إن خوفي من الوحدة ما كانش فارتني. وفي يوم أمير جاي يبشرني إن مراته حامل وإنه هينجب. المفروض أفرح وأداء الزغاريد، لكن جوايا كان شيطان بيهمسلي: لو خلفت هينشغل عنك وهتنسيكي بعد ما ضيعتي عمرك عشانه. تصوروا أنا اللي عشت عمري كله عشان أمير، بدل ما أفرح لفرحته، فكرة إزاي أضيع فرحته عشان ما ينسانيش. إيه اللي عملته بعد كده ده هتعرفوه في الجزء الخامس والأخير. سمعت كلام الشيطان اللي جوايا، واتخذت قراري اللي ندمت عليه طول عمري. كنت كل ما مراته تيجي عندي أحط لها دواء في الأكلة عشان الحمل ينزل، ومحدش كان يعرف. عملت كذا مرة، كل ما تحمل تنزل. أول مرة وتاني مرة وعملت نفسي زعلانة، لكن جوايا كنت مبسوطة. في المرة التالتة كررت نفس الفعلة الشنيعة، وللأسف الحمل نزل برضه، لكن المرة دي حصلت مضاعفات كبيرة قوي. بسبب تكرار الإجهاض البنت حالتها الصحية بقت صعبة جدا، والأطباء اضطروا يشيلوا لها الرحم عشان ينقذوا حياتها. تخيلوا الخبر الصادم، هي بقت مش هتقدر تخلف تاني أبدا. انهارت نفسيتها، وأمير عاش أيام صعبة ومؤساوية جدا. ساعتها بس أنا صحيت من غفلتي، وحسيت بالندم اللي مش طبيعي. حسيت إني وحش، إني ظالمة، إني غرقت في الخطأ اللي ما ينغسلش. حسيت بالذنب يقتلني، ومش قادرة أنام الليل. أمير في الأول كان واقف مع مراته جدا، وبيحبها ويتعاطف معاها وحاول يعوضها، لكن مع مرور السنتين بدأ يفكر في مستقبله هو كمان، خصوصا إنها بقت مكتئبة ومتنكدة وحياتهم بقت صعبة. في يوم جالي وقال لي إنه عايز يتجوز على مراته عشان يخلف، وإنه تعرف على بنت مناسبة. حسيت بالصدمة وقولت له: هي ذنبها إيه؟ هي اللي تصابت بالمصيبة دي وإنت عايز تطلقها عشان تخلف؟ رد عليا: أنا من حقي أعيش وأخلف ومش هضيع عمري. لو رفضت تتجوز عليا هطلقها. راح كلمها وهي قالت له: طلقني الأول لو عايز تتجوز. دلوقتي هم في طريقهم للطلاق، وأمير هيطلقها ويتجوز عشان يخلف، وأنا قاعدة هنا قلبي يعتصر ألما والندم ياكلني، وأنا الوحيدة اللي أعرف الحقيقة. لحد دلوقتي محدش يعرف إني أنا السبب في خراب بيت ابني وفي حرمان مراته من نعمة الأمومة. أنا محتارة جدا ومش عارفة أعمل إيه دلوقتي. هل أحكي لابني على الحقيقة اللي أنا عملتها، ولا أسكت
وأعيش بندم طول عمري. أنا النهاردة بحكي لكم قصتي عشان مش قادرة تتحمل اللي جوايا لوحدي. عايزة فضفضة، عايزة حد يسمعني، عايزة أعرف إيه الصح. أنا طول عمري ست متدينة وبعرف ربنا كويس وما عملتش حرام في حياتي، لكن الظروف الصعبة اللي عشتها مع جوزي على مدار 20 سنة وشعوري بالخذلان والوحدة، كل ده خلى الشيطان يلعب بعقلي ويخليني أعمل اللي عملته. كنت خايفة من الوحدة، خايفة أمير ينسانا زي ما أبوه نساني، وخايفة يخليني وراه زي ما أنا بقيت حاجة ورا جوزي. كنت فاكرة إن لو ما خلفش هيفضل متعلق بيا وملتصق بيا، لكن النتيجة كانت عكس توقعاتي خالص. أنا دمرت حياتهم وزدت الطين بلة. كنت كل ما أشوف مراته حزينة ومتعبة بفتكر أني السبب، وكنت أحاول أعوضها باهتمامي وكلامي الحلو. لكن إزاي التعويض بعد الخراب دلوقتي؟ ابني هيطلقها ويتجوز غيرها وهي بتستعد للانفصال، وهي وأهلها ولا أي حد فيهم فاهم. أنا السبب في جريمتي. فكرت أعترف لابني بالحقيقة عشان يشفق عليها ويتراجع عن الطلاق، أو على الأقل يبقى عارف إن الظروف اللي حصلت ليها سببها أنا وليست ذنبها هي. بس خايفة لو عرف الحقيقة يكرهني ويكره إنه يشوف وشي تاني ويخسرني أنا كمان للأبد. أنا عارفة أني غلطانة وغلطتي كبيرة قوي. بحاول أفكر إزاي أعوضها وإزاي أعوض ابني. لو رجع بيا الزمن كنت هتسلى بفرحتي بيهم وهما مبسوطين، وكنت هحضن كننتي وأحبها وأتمثلها اللي أنا محرومة منه. أنا عايزة كل واحدة تقرأ قصتي تاخد عبرة، بلاش الغيرة، بلاش التمسك الأناني بالأبناء عشان ما تخسرش أغلى ما عندها. أنا خسرت نفسي في الآخر، ولسه محتارة تعترف لابني بالحقيقة ولا أعيش بندم للأبد. قولولي رأيكم بصراحة في التعليقات. محتاجة حد يدلني، محتاجة حد يفهمني، محتاجة حد يسامحني ولو بالكلمة.